الو. الو طاهر باشا، صباح الورد. انا عارف انك مشغول، بس يعني عندي فكره ان شاء الله هتبقى بتشتغل على انها تزود ارباح شركتك في مجال العقارات مش اقل من 200%. ممكن تسمعني؟ اكيد اتفضل. بص، احنا كلنا بيجي لنا المكالمات بتاعت العقارات، اللي هو حضرتك حابب تشتري فيلا ب 90 مليون في الحته الفلانيه دي، بشكل انا عارف هو بيحصل ازاي. ان حضراتكم بتشتروا داتا من شركات وبتبداوا تكلموهم، الناس دي ممكن ما تكونش مهتمه اصلا، فدول بيبقى اسمهم كولد ليد. ايه رايك لو نبقى احنا بنستهدف الناس من خلال الاعلانات المموله، بس مش في الشركات بقى؟ انتوا كلكم بتشتغلوا على انكم تستهدفوا الناس اللي بتروح شركات المنافسين، لا، انا عايز نبقى بنستهدف الكومباوندات نفسها، لانه الناس اللي بتروح الكومباوند هم بالفعل يعني رايحين يتفرجوا، دول شبه واخدين قرار الشراء بس رايحين يتفرجوا علشان الحاجه يتاكدوا ان هي تمام التمام، فيبداوا يطلعوا الفلوس ويبداوا يدفعوها. فدول اسمهم هوت ليد، ناس خلاص فاضل ما بينهم وما بين قرار الشراء يعني حاجه صغيره، فممكن اعلان صغير مننا يخليهم يغيروا رايهم في الكومباوندز بتاعت المنافسين ويجوا للكومباوندز بتاعتنا احنا. ايه رايك؟ هي فكرة حلوة جدا، بس كلمني بعد 4 شهور. اوكي، طيب تمام. طبعا انا اتشرفت جدا جدا بمكالمتك، وطبعا هكلمك يعني قبلها افكر حضرتك بيا. كتر خيرك. اكيد، شكرا ليك. مش هيشتغل بس هيجربها ويرجع.